اهم حاجه تهتم بيها جدا لما تفتح اي مشروع حاجتين. اول حاجه المخازن، وتاني حاجه الكاش. ناس كتيره جدا جدا من اللي بيفتحوا مشروعات بيكونوا مهتمين بالربح، ان انا اكسب كتير، عشان كده بيخسروا كتير. طب ليه؟ لانه في النهايه هو اللي بيكسبك وبيخسرك، او الدليل الحقيقي او المعنى الحقيقي لمكسبك وخسارتك مش الاوراق، مش اللي موجود عندك في قائمه الدخل الربح والخساره، لكن الكاش اللي موجود عندك في الخزنه. عشان كده شركات كتيره جدا ارباحها باينه في الورق ان هي محققه ارباح كبيره، لكن في الحقيقه لو جه اي حد من الموردين او اي حد من الدائنين وجه طلب فلوسه، للاسف معهوش فلوس. طب انا بعرف ده ازاي؟ بعرف دوت من خلال نسبه تحليل اسمها الكرنت ريشيو، او نسبه السيوله. اوكي، نسبه السيوله بتاعتي او الكرنت ريشيو هي عباره عن نسبه بتحدد لي بالظبط الفلوس اللي موجوده معايا، او نسبه السيوله اللي موجوده معايا قد ايه. وفي مؤشر تاني اقوى كمان منها بنسميه الاسيد تيست ريشيو، اوكي، او ساعات بيسموه كويك ريشيو. ده بيبقى نفس النسبه لكنها نسبه ادق شويه، اني بشيل منها المخازن او الفلوس المتخزنه في سوق البضاعه، فبتبين لي بس مجرد الفلوس الكاش اللي موجوده معايا، هل حضرتك تغطي المواصفات بتاعتي ولا لا. تمام. فعشان كده انا عايز اقول لك نصيحه، لو انت بتفتح اي مشروع صناعي او اي مشروع فيه انتاج، اهتم جدا جدا بالسيوله اكتر ما تهتم بالارباح. لو انت النهارده معاك سيوله قويه، انت النهارده هتقدر تدخل مستثمرين معاك كويس، تقدر ان انت تزود مبيعاتك، تقدر ان انت تصرف على المشروع بتاعك، تقدر تصرف على الماركتنج بتاعك، فهتكسب اكتر، فهيجي لك فلوس اكتر. لكن لو انت النهارده مهتم فقط بالارباح، ان انا ابيع كتير بدون النظر في الكاش اللي موجود، بحيث ان انت تقول انا النهارده هبيع، مهم ان انا ابيع كتير والسوق يعرفني، لا، بيع قليل، بيع قليل، لكن بيع كاش، بيع كاش. اهتم في الفتره الاولى انك تبيع كاش. هتقولي طب ما هو دلوقتي الناس مش عارفاني. بيع على سكيل صغير، ما تبيعش على سكيل كبير، خلاص، لكن اهتم انك تبيع كاش، خلاص. ده في البدايه. لما تكبر بقى ويبقى عايز تكبر المشروع بتاعك والدنيا معاك تبقى يعني اقوى شويه، ساعتها يا سيدي ممكن تبيع اجل، ودي ليها شروط تانيه هنتكلم بعد كده عليها في مشروعات تانيه. اوكي، يلا. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وسيب كومنت، اهم حاجه تسيب لي كومنت عشان اعرف رايك فيه. اوكي، شكرا جدا ليكم، كان معاكم خالد الحداد، السلام عليكم.